السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا بمناسبة الأسعار اللي عمالة تزيد كده ومش عارفين هي هتودينا على فين، يعني عايزين نعمل أكلة اقتصادية أو أكلات اقتصادية كده نوفر فيها على قد ما نقدر، يعني نمسك ايدينا شوية، وربنا طبعا يعيننا ويقوينا على اللي احنا فيه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده كمية من البطاطس الصغيرة، طبعا موجودة في السوق كتيرة اليومين دولي وتمنها قليل. ومعنا مكرونة وبيض، ومعنا كده قرن فلفل وحباية طماطم وجزر صغيرة. فضينا كده غسلنا البطاطس ونضفناها كده وحطيناها في حلة صغيرة كده، ومعاها البيض في حلة كمان أو في كازرولة أو في أي أو في كنكة أو في أي حاجة. هنحطهم كده ونولع عليهم مع البوتاجاز ونسيبهم مع نفسهم كده يستووا. كل طبعا اللي هيستوي هننقله وننزله كده ونعمل ايه ونخلص. بعد ما البيض انسلق نزلته هنقل البطاطس مكان تكمل سوا، يعني قربت تستوي كده. معايا طاسة على النار أو حلة حسب اللي انت عايزة تعملي فيه، وننزل بمادة دهنية، وانزل كده بعد ما تسخن ننزل بالمكرونة وهنحمرها. وطبعا ايدينا فيها كده هنشوحها. عايزين تسلقوها برضو، يعني ممكن برضو بتأدي الغرض، تنسلي المكرونة مش تتحمر حسب الرغبة. بس طبعا معلش، بس اصل البخار كده عمل على على الكاميرا، وبرضو الموبايل اتحرك كده في الصورة دي، معلش اسفة. نزلت كده بعد ما شوحت المكرونة، نزلت ببصلاية صغيرة قطعتها مكعبات، شوحتها حوالي 5 دقايق مع المكرونة. وبعد كده نزلت بالفلفل والجزر شوحته كمان تشويحة. وكده ايه معايا كده كله بقى جاهز. هنزل بالطماطم واشوحهم كده، وهكون مجهزة مية معايا. بعد ما اشوحه كده وانزل بالبهارات، فلفل اسمر وكمون وكزبرة او اي بهارات انت عايزاها طبعا تنزلي بيها، والملح. كده معايا كده، أنا ضفت كل البهارات والملح. ونزلت كده ايه بالميه هقلبها كده، وايه هسوي المكرونه كده، وايه هظبطها عشان بس تشوفي مقدار الميه. طبعا المكرونه كده المقدار ليها مظبوط. كده خلاص هنغطيها واسيبها مع نفسها تستوي، وبعد ما تستوي هنزلها. وخلاص كده يكون كل حاجه جاهزه معايا. طبعا على حلة على النار فيها زيت وقشرت البطاطس. معلش بس الحبة زي ما تكون ايه عايزة تجري باين ولا ايه مش عارفة. ونزلت كده نزلتها في الزيت، هقليها واحمرها. بجد بتبقى طعمها تحفة، ويعني جربوها. وممكن يعني لو انتوا عايزين تعملوها هتحطها في بقسماط او اي حاجة، طبعا حسب الرغبة. بس احنا بنعملها كده وبنحمرها من كل جهة، وتكون مع اللون ده مظبوط معايا وايه. وهطلعها كده في طبق، مش مشربة زيت ولا اي حاجة، بجد يعني طعمها تحفة. وناشفة كده من بره ومتحمرة من طريقة وطرية من جوه. يعني هتدوقوها وهتجربوها فعلا هتدمنوها وتحبوا تعملوها كتير. طبعا معانا كده المكرونة جاهزة وطبق بطاطس وطبق بيض. هنقدمه كده بالهنا والشفا. يعني أكلة اقتصادية على قد كده ومش هتاخد مننا وقت، يعني تكلفتها على قد ايدنا يعني. وهترش كده على البطاطس البهارات اللي انت عايزاها، عايزة تضيف عليها كمون، تضيف عليها بهارات جاهزة أي حاجة. بجد شايفين من جوه طرية عاملة ازاي ومن بره متحمرة. ممكن ترش عليها مثلا زعتر، ممكن ترش عليها أي شبت، بديها طعم بجد تحفة. هتقدميها كده بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، تكتب لنا كده كومنت ظريف والتعليق كده، ويا ريت تجربوها وتبعتوا لنا الصور وشوفوها هتعجبكم ولا لا. بجد لو جربتوها يعني بجد هتكرروها كتير. وبجد كده انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامة.